دولة بيسموها سطح العالم، 75% منها موجودة على أعلى سلسلة جبال في العالم. أنا أحمد ضياء، وعندي مهمة أسافر العالم وأنقل لكم أحلى وأغرب التجارب، وأعرف هل أقدر أتقبل كل حاجة. أهلا بيكم في ضياء فيلمز. دولة أعلى قمم جبلية في العالم، دولة أغلبها هندوس وعندهم اعتقاد إن في 33 إله، دولة فيها عبادة أطفال وحرق أموات واحتفالات بآلهة غريبة. وصلت نيبال من كوالالمبور، دولة فيها عبادة أطفال وحرق أموات و33 إله وأعلى قمة في العالم، نيبال. ليه تسافر نيبال؟ نيبال دولة فيها واحدة من أقوى المغامرات اللي عملتها. أخطر وأغلى عسل في العالم. خدت شويه من العسل مش قادر اتحرك. وفيها ثقافة مختلفة وعجيبة جدا عن أي مكان زرته. فخلينا نبدأ بالخريطة. أولا، الدولة حبيسة، موجودة في وسط آسيا ما بين الهند والصين، بيحدها جبل الهيمالايا ومتقسمة ل 14 منطقة. العاصمة كاتماندو، والمطار الدولي الوحيد موجود في كاتماندو. عندهم كمان أخطر مطار في العالم، مطار لوكلا. المطار على حافة، لو الطيارة ما بنتش سرعة كافية للانطلاق هتقع من الحافة. موقع نيبال ما بين الهند والصين خلاها تقريبا محمية على طول، هي من الدول القليلة اللي ما استعمرتش قبل كده. نخش بقى على أشهر المواقع. هناك طول ما انت ماشي في معابد دينية في كل مكان، ومنظر العمارة مختلف جدا عن أي حاجة هتشوفها. عندهم رياضة البولو مع الأفيال، متحف الطيران، وكمان العلاج بالصوت. وتعرفنا في المكان على أنيل شتراكار، ناشط بيئي مشهور في نيبال، اللي فهمنا ان نظام المية في نيبال نفسه من قديم الأزل، وبيعتمد على الجاذبية في انه يوصل المية من الجبال للمدينة. وقال لنا ان العملة في نيبال عليها لغة البريل، وكمان شرح لنا السبب الحقيقي ورا حرق الأموات في نيبال. في نيبال بيحرقوا الناس لما بتموت. في نيبال الهندوس بيحرقوا الناس لما بتموت. معتقد من المعتقدات الغريبه اللي موجوده في نيبال في اقدم معبد هندوسي اسمه باشوباتي. هنروحه دلوقتي، خلينا نعرف الاسباب ورا حرق الجثث ايه وليه بيعملوا كده وايه اللي بيحصل. هاخد دلوقتي موتوسيكل ونروح نتفرج. يلا بينا. تمام. يو باشوباتي. See the branch over there, and this is so this body fire. And that's the body. Before cremation. طيب يا جماعه، وصلت المعبد واول انطباع هو الريحه. يا ريحه تحسوا حاجه مشويه كده مع خشب. فانا وصلت في الحته اللي هم بيبداوا يغسلوا فيها الجثه الاول. هنا ورايا ده المكان بتاع الناس الحاكمه في مناصب عاليه زي الحكام وهكذا. والحته دي اللي ورايا هنا الرويال فاميلي، او الرويال فاميلي يعني العيله الحاكمه. والناحيه الثانيه من المعبد الناس اللي هي بقى الطبقات العاديه كلها. هناك بتبدا ب $300 وهنا بيبقى الضعف. بيبداوا يغسلوا الجثه عشان يطهروها من الذنوب في النهر، لان هم معتقدين ان النهر ده مقدس يعني. فهي موجوده على البلاتفورم كده قدامنا والناس بتجيبها. دي اول خطوه بيعملوها، يغسلوا الجثه وبعد كده يودوها علشان تتحرق. Maximum 3 hours for one body to be cremated. It's just depending on the size of the body and the products we use. No petrol, no kerosene. Maybe 1.5 hour, 3 hours, up to 3 hours. And when they finish, what happens? yeah, they wash everything and put it into the river. They just throw it into the river. The pregnant women, children under 5 years, and sadhu, Hindu monks, holy men, they are not cremated. They bury them. They are buried because they are said to be very sacred alive. They are the forms of our God. المفروض ان السادو ده بيفضل يمارس بقى انواع من اليوجا او حاجات كده، وفي الاخر الطاقه بتاعته دي بتساعد الناس. هو بيقعد يشرب تقريبا حشيش او كده،
وبيقرب يعني ربنا اكتر بوعده هنا، والمفروض ان بطاقته دي بيساعد الناس على حد ما هما بيقولوا يعني. الهندوس في نيبال بيحرقوا الجثث لما بتموت ل3 اسباب. السبب الاول ان هم بيؤمنوا بتناسخ الارواح، يعني لما بتموت بتتولد في شكل تاني، ومش شرط يكون انسان، ممكن يكون حيوان او اله. تاني سبب بيحرقوا الجثث ان هم الهندوس بيعتقدوا ان البشر مكون من 5 عناصر: الارض والسماء والميه والنار والفضاء، ولما بتموت الجسم بيعتبروه ملوش لازمه فتحرقه عشان يرجع لل5 عناصر دول. والسبب الثالث والاخير ان الانسان يقرب قوي من الموت فيقدر يعرف غايته في الحياه ايه. Only death gives meaning to life, and so that's why cremation, has to be a very public and very personal experience, because that moment when you're cremating somebody will help you to realize that I must find out why I was born on earth. ولتسريع عملية انتقال الجسد للعالم الآخر، الابن بيحلق شعره تماما وهو نفسه اللي بيولع في أهله، وأصوات موسيقى في الخلفية كصلوات، واحتفال في آخر اليوم بيتجمع فيه كل الناس. واحد من أغرب معتقدات الهندوس في العالم. وزورنا بيت منيشة عشان نشوف واحد من احتفالاتهم. عندهم اعتقاد ان ده اله المطر وبيلفوا بيه عشان يزيد. طب احنا حاليا في نيبال في فيستيفال معمول عندهم، بيعتقدوا انه في اله اسمه اله المطر وبيلفوا بيه عشان المطره تنزل اكتر يعني. اوكي. الطبيعة الجغرافية. جبال الهيمالايا بتحد الدولة من أولها لآخرها. طبعا جبل إيفرست الأعلى هناك ارتفاعه تقريبا 9000 متر، و8 من أعلى جبال في العالم في نيبال. ساعات بيحصل زلازل قوية جدا هناك لأن الجبال بتتكون من احتكاك الأرض مع بعض. في 2015 الزلزال دمر مواقع تاريخية وعمل انهيار جليدي على جبل إيفرست قتل 21 شخص، وده كان أعنف انهيار جليدي في تاريخ إيفرست. تحت الهيمالايا في منطقة منخفضة أكتر وصالحة للزراعة، وهناك الطبيعة مبهرة. على حوافل الجبال هتلاقي عسل الهلوسة. بقالي شهرين عايز اصور الفيديو ده. احنا في موسم حصاد عسل الهلوسه. انا صورت قبل كده فيديو عمال مناجم الكبريت على جزيره جاوا في اندونيسيا، وكانت من اخطر المهن. دي ما تجيش حاجه جنبها، اخطر واصعب بمراحل. هننطلق في رحله من 7 ل 10 ايام، ومنهم يومين بس كاملين عشان نوصل للمنطقه اللي فيها صيادين العسل. رحله من اصعب الرحلات اللي هتشوفوها. بسم الله توكلنا على الله، يلا بينا. في قبيلة لمدة 250 سنة كانت بتغامر بحياتها، متسلقين مرتفعات على مئات الأمتار على سلم من البامبو عشان تصطاد عسل بيسبب هلوسة للناس. بيستخدم محليا كنوع من الأدوية. الطلب عليه انتشر جدا في كوريا والصين واليابان، لكن استهلاكه بكمية أكتر من المطلوب خطر. بيسبب ترجيع ليوم كامل، فقدان وعي، وأحيانا الموت. The largest honeybee breed in the world, which has 3 centimeters in size. في دولة أعلى قمة جبلية، دولة إيفرست، صيادين العسل قوة تحمل رهيبة لأنهم مولودين على مرتفعات. النيباليين يا جماعه قوه تحمل مش طبيعيه، بس 3 ساعات هيبقى شايل كل ده. هنعمل واحدة من أخطر الرحلات اللي هتشوفوها، حصاد العسل الأحمر. And these are found in the world's toughest region, especially in Nepal. عسل الهلوسة من أعلى جبال الهيمالايا. بس هو بيقول ان دي من اكتر الاماكن صعوبه ومعزوله في نيبال. من اصعب الحاجات اللي عملتها في حياتي، مش هعملها تاني. خلايا نحل عملاقة في نيبال. طيب المنطقه اللي حواليا دي كلها غابه مليانه شجر بتاع زهره الرودودندرون، الزهرة الوطنية لنيبال. زهرة اسمها رودودندرون ورحيقها بيسبب هلوسة. Pollen is rich in granutoxin, which gives the honey name mad honey. So if you have a lot of honey with granutoxin, you literally get mad and some feel psychedelic effect as well. ولكن ليه كمان فوائد كتير مذكور أهميته في القرآن الكريم. عشان يوصلوا لخلايا النحل بيخاطروا من على مرتفعات عالية. أخطر عملية حصاد هتشوفوها. بعتبر الفيديو دعوة للتفكر في خلق الله. العسل منتشر في العالم العربي، ولكن العسل ده مختلف وطريقة حصاده هي الأغرب. دول صيادين العسل. أنا أحمد ضياء، وعندي مهمة أسافر العالم وأنقل لكم أحلى وأغرب التجارب، وأعرف هل أقدر أتقبل كل حاجة. أهلا بيكم في ضياء فيلمز.
ابتدينا الرحلة من كاتماندو عاصمة نيبال، دولة بين الهند والصين عايش فيها 30 مليون نسمة. متخيلين الباص اللي ورايا ده هنركبه 15 ساعة كبداية عشان نوصل. احنا دلوقتي خدنا باص 15 ساعة وهننطلق دلوقتي 10 ساعات في عربية جيب عشان نوصل للمكان اللي احنا فيه. بقى 7 ساعات تقريبا. مش قادر. بص هو ده المنظر. انطلقنا لقرية الصيادين، رحلة مرهقة ولكن شفنا مناظر من الأجمل. أماكن معزولة تماما في نيبال، فالطرق غير ممهدة معظم الوقت، لكن مناظر طبيعية خلابة سبحان الخالق. مجرد بنقرب للقرية اللي عايش فيها الصيادين عشان نبدأ الرحلة. احنا بقالنا 15 ساعة في الباص و10 ساعات في العربية ولسه بنعدي الجسر ده عشان نروح الناحية التانية ناخد عربية ونطلع لفوق أعلى. واحدة من أكتر الأماكن عزلة على وجه الأرض. Let's go! احنا دلوقتي وسط جبال الهيمالايا في اكتر الاماكن معزوله على وجه الارض. هننطلق دلوقتي لقريه صيادين العسل عشان نشوف اخطر واغلى عسل في العالم. بصوا المنظر ده عامل ازاي. يا جماعه وصلنا بيت صياد العسل اللي هو مستضيفنا عنده اسمه ماتي. احنا في بيته دلوقتي وبكره هننطلق. هفرجكم على المكان قبل ما ننطلق بكره. الزهرة لونها أحمر عشان كده بيسموه كمان العسل الأحمر، وده الموسم بتاعها. عسل مختلف عن أي عسل هتشوفوه في العالم. هنبدأ دلوقتي هايك 3 ساعات 3 hours. 3 ساعات هيبقى شايل كل ده. قوة تحمل، هم عايشين في الجبال أصلا فعندهم قوة تحمل جامدة. ليتس جو. المناظر مش طبيعية، خيالي المنظر. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ मोती बहादुर रोकाए अनि 8 बिसकोट गोतामकोट अनि मैले यो काम गर्न लागेको अब लगभग 2 वर्ष। खस्ने त अब धेरै ठाउँ अब 3-4 जना मरिसकेको छ। अलि बाहिर हो पूर्वी रुकुमतिर। وصلنا المكان اللي هنعمل فيه كامبينج. ما كانش سهل ابدا الوصول لهنا يا جماعه، صعب، وعشان كده هو اغلى عسل في العالم. موضوع خطر وصعب على الناس. صيادين العسل بكره هنطلع في الحته دي كده. بدأنا عملية الهايك مع صيادين العسل. طالعين دلوقتي على واحد من أصعب الأماكن الموجودة يا جماعة. مهنة من أصعب وأخطر المهن اللي هتشوفوها في حياتكم. التسلق على انحدار فبتحس بالتعب بسرعة جدا. كله على حافة الجبل، مش طبيعي. عشان كده هو أغلى عسل. الناس بتعمل هايك على منحدرات خطر جدا، يعني بتخاطر بحياتها عشان توصل. وصلنا للحافة اللي هينزلوا منها الحبال ويتعلقوا علشان خلايا النحل موجودة على الحافة من جوه.
فاحنا هنبدا دلوقتي يعملوا طقوس لانهم بيعتقدوا ان ده بيحميهم، لان في ناس كتير قوي بتموت، الموضوع خطر. بيشتغلوا بدقة وتعاون كبير، كل التجهيزات من الطبيعة حواليهم. بيجهزوا الحبل، بيجهزوا الحاجة اللي هيشيلوا فيها العسل. دلوقتي بيجهزوا الحبال، السلم اللي هينزلوه عشان يتعلقوا. السلم بالكامل قطعوه في ساعتها من الشجر. ला साइगारी माता दाहिने बाज जाने शुद्ध माइती दाहिने बाज बोसा परमेश्वरी अब गुरु माता दाहिने बाज दारे बोसा दाहिने बाज दारे बोसा प्रति भूमिका दाहिने बाज ओसा परमेश्वरी अनि लाओ अब देवी देवता से भूमिका भर रचे गरे. لبسنا شبكة للراس عشان تحمينا من النحل لما يجي، عشان أول ما بينزل عند النحل بيهجم على أي حد موجود في المنطقة. الأخضر، النحل هو الأكبر والأخطر، طوله 3 سنتي. بيكون عمل جماعي، الصياد بيكون مربوط وشخص ماسك الحبل من فوق، وواحد تاني بيولع الدخان عشان يهيج النحل. طيب هم دلوقتي بينزلوا الحبال من فوق هنا لتحت. واو بيبدأ يقطع خلايا لتنزيل أكبر كمية من العسل. طبعا فيه هجوم شرس من النحل، معركة، لكن الصيادين متعودين على قرصهم. واو يا جماعة من أكتر الحاجات المجنونة اللي شفتها في حياتي، فعلا دي أخطر شغلانة ممكن تعملها. صورت عمليتين صيد في مكانين مختلفين عشان أوريكم خطورته.
أصعب وأجمل الرحلات. النوع ده من الرحلات بيخليك تتأمل في خلق الله وتعرف إن تأقلم البشر مع الطبيعة نعمة من نعم الله. كل شيء في تناغم. يا جماعة هم خلصوا بيورونا دلوقتي العسل. good Let's go. حلو يا جماعة. ठीक छ أخفض نقطة 70 متر فوق سطح البحر، وده يخلي نيبال واحدة من الدول اللي فيها أوسع نطاق للارتفاع ما بين أعلى وأوطى نقطة على الأرض. الدولة بتعتمد على الزراعة بشكل كبير، 65% من القوى العاملة شغالين في الزراعة، و20% من الأرض بس مزروعة. 50% من التطور اللي انتوا بتشوفوه هناك جاي من المساعدات الخارجية. أكبر مصدراتهم السجاد والمنسوجات والملابس. من أول التسعينات حاولوا يعلوا السياحة بشكل كبير من خلال رحلات للتسلق، تسلق الجبال طبعا. وايفرست طبعا بيبقى اغلى جبل يتسلقوه. وخلي بالكم النيباليين هم اقوى ناس شفتهم في التسلق، لدرجه في فيلم عن نتفليكس عنهم، وشفت قدراتهم بنفسي لما رحنا نصطاد عسل الهلوسه. حوالي 40% من الدوله غابات، والبقره هي الحيوان الوطني هناك، بيقدس عندهم لان معظمهم هندوس. هناك الناس بتاكل لحم جاموس مش بقر لانهم بيعبدوا البقر، فلو كلته بتتحبس. ديانتين الرسميه هناك هي الهندوسيه والبوذيه. معظم الناس هناك نباتيين او ممكن بياكلوا فراخ او سمك، بس نادرا لما بتلاقي الاكل ده معظم الاكل بيبقى نباتي. فنخش على الاكل. جربنا اول اكله شعبيه في نيبال. طيب اول اكله في نيبال هناكلها حاجه اسمها كينكرد ولافينج، من اطعم الاكلات هناك، وكلها مزيج من المكرونه مع الدقيق والبهارات. بعد ما صورت الثقافه العجيبه جربت اكل شعبي من العربيات في الشارع. مش هتعجبك، عجبني السموسه والباكودا، عباره عن بطاطس وكرنب مقلي. بوتيتوز، سمبوسه بطاطس. وزورنا مكان بيعمل اكل شعبي بقاله اكتر من 100 سنه هناك اسمه هناتا. طلبوا لحم جاموس وعدس ومخلل وفاصوليا وامعاء مقليه. مش بس كده، اتمشينا في ميدان ضخم عندهم كان فيه قصر الملك، بتشوف فيه الاماكن اللي اتصور فيها فيلم دكتور سترينج. لو حد شاف يا جماعه فيلم دكتور سترينج، ده المعبد اللي كان واقف بيتصور عنده ساعه ما جه عشان يتلقى التعليم بتاعته في المعبد، هو ده. لبست اللبس الشعبي وحلينا باشهر تحليه في نيبال. طيب دلوقتي هنجرب واحده من اشهر التحليه اللي بياكلوها في نيبال، وبقى لها تقريبا اكتر من 400 سنه. لا كاماري. اتس كولد، اسمها لا كاماري، معموله من رز ودقيق وسكر، يعني زي هنجربها ونشوف. واحده من اقدم التحليه اللي موجوده في نيبال، 400 years old، ها 400 سنه. لا كاماري. اوه اتس فيري نايس. طعمها زي بسكوت بتاع الايس كريم، البسكوت بتاع الايس كريم بس عليها شويه سكر. I really like it. واو، دي طعمها بسبوسه بس على احلى. واو this is so nice, I like it. وتعرفنا في المكان على أنيل شتراكار، ناشط بيئي مشهور في نيبال، اللي فهمنا ان نظام المية في نيبال نفسه من قديم الأزل، وبيعتمد على الجاذبية في انه يوصل المية من الجبال للمدينة. وقال لنا ان العملة في نيبال عليها لغة البريل، وكمان شرح لنا السبب الحقيقي ورا حرق الأموات في نيبال. في نيبال بيحرقوا الناس لما بتموت. في نيبال الهندوس بيحرقوا الناس لما بتموت، معتقد من المعتقدات الغريبة اللي موجودة في نيبال في أقدم معبد هندوسي اسمه باشوباتي. هنروحه دلوقتي، خلينا نعرف الأسباب ورا حرق الجثث إيه وليه بيعملوا كده وإيه اللي بيحصل. هاخد دلوقتي موتوسيكل ونروح نتفرج، يلا بينا. You know باشوباتي؟ See the branch over there, and this is so this body fire. Yeah. And that's the body. Before cremation. طيب يا جماعة وصلت المعبد، وأول انطباع هو الريحة. ريحة تحسوا حاجة مشوية كده مع خشب. فأنا وصلت في الحتة اللي هم بيبدأوا يغسلوا فيها الجثة الأول،
هنا ورايا ده المكان بتاع الناس الحاكمه المناصب عاليه زي الحكام وهكذا. والحته دي اللي ورايا هنا رويال فاميلي، او رويال فاميلي يعني العيله الحاكمه. والناحيه الثانيه من المعبد الناس اللي هي بقى الطبقات العاديه كلها. هناك بتبدا ب $300 وهنا بيبقى الضعف. بيبداوا يغسلوا الجثه عشان يطهروها من الذنوب في النهر، لان هم معتقدين ان النهر ده مقدس يعني. فهي موجوده على البلاتفورم كده قدامنا والناس بتجيبها. دي اول خطوه بيعملوها، يغسلوا الجثه وبعد كده يودوها علشان تتحرق. Maximum 3 hours for one body to be cremated. It's just depending on the size of the body and the products we use. No petrol, no kerosene. Maybe 1.5 hour, 3 hours, up to 3 hours. And when they finish, what happens? yeah, they wash everything and put it into the river. They just throw it into the river. The pregnant women, children under 5 years, and sadhu, Hindu monks, holy men, they are not cremated. They bury them. They are buried because they are said to be very sacred alive. They are the forms of our God. المفروض ان السادو ده بيفضل يمارس بقى انواع من اليوجا او حاجات كده، وفي الاخر الطاقه بتاعته دي بتساعد الناس. هو بيقعد يشرب تقريبا حشيش او كده، وبيقرب يعني ربنا اكتر بوعده هنا، والمفروض ان بطاقته دي بيساعد الناس على حد ما هما بيقولوا يعني. الهندوس في نيبال بيحرقوا الجثث لما بتموت ل3 اسباب. السبب الاول ان هم بيؤمنوا بتناسخ الارواح، يعني لما بتموت بتتولد في شكل تاني، ومش شرط يكون انسان، ممكن يكون حيوان او اله. تاني سبب بيحرقوا الجثث ان هم الهندوس بيعتقدوا ان البشر مكون من 5 عناصر: الارض والسماء والميه والنار والفضاء، ولما بتموت الجسم بيعتبروه ملوش لازمه فتحرقه عشان يرجع لل5 عناصر دول. والسبب الثالث والاخير ان الانسان يقرب قوي من الموت فيقدر يعرف غايته في الحياه ايه. Only death gives meaning to life, and so that's why cremation, has to be a very public and very personal experience, because that moment when you're cremating somebody will help you to realize that I must find out why I was born on earth. ولتسريع عملية انتقال الجسد للعالم الآخر، الابن بيحلق شعره تماما وهو نفسه اللي بيولع في أهله، وأصوات موسيقى في الخلفية كصلوات، واحتفال في آخر اليوم بيتجمع فيه كل الناس. واحد من أغرب معتقدات الهندوس في العالم. وزورنا بيت منيشة عشان نشوف واحد من احتفالاتهم. عندهم اعتقاد ان ده اله المطر وبيلفوا بيه عشان يزيد. طب احنا حاليا في نيبال في فيستيفال معمول عندهم، بيعتقدوا انه في اله اسمه اله المطر وبيلفوا بيه عشان المطره تنزل اكتر يعني. اوكي. ونهينا اليوم بعشاء نيبالي في بيت منيشة، رز بالقرع والبطاطس، اكله من احلى الاكلات اللي هتجربوها هناك. اليوم الرابع قررنا نعمل نزهة. قررنا نعمل هايك لان انتوا عارفين في سلاسل جبليه كتير قوي في نيبال، فاحنا مش هنفوت ان احنا نعمل هايك على الاقل مره يعني. هو هايك بسيط. معانا منيشة واصحابها، ادي انيس معانا، منيشة موجوده، وجون ورا، لسه. طلعت مع منيشة واصحابها، جبنا اكل وطبخنا اشهر اكلات شعبيه في نيبال. وصلنا البيكنيك بتاعتنا هي يا جماعه. بصوا المنظر عامل ازاي. ورايا في شجر. اوه يا جماعه بصوا عينيه جامده قوي. في نيبال مش شرط انك تطلع قمم جبليه عشان تعمل هايك، ممكن بيكنيك 5 دقايق تبقى قاعد وسط الطبيعه. جبنا اكل وطبخنا اشهر اكلات شعبيه في نيبال، الباتو بوري والشات باتي.
خليني اوريكم ازاي الباني بوري بيتعمل اللي احنا اكلناه قبل كده. تفضيها من النص بطاطس، واخر حاجه تغمسها في الصوص. لو رحت اي مطعم شعبي هناك، مكونات البانو بوري عبارة عن خلطة حمص مع سوداني وبطاطس وبصل وخضرة. بيخلط كل ده ويحطها جوه مقرمشات مقلية معمولة من الحمص. بيصب عليها المشروب المعمول من خلطة من أوراق الجرجير مع النعناع والكزبرة والزنجبيل والفلفل والتمر الهندي والبهارات. حلو قوي يا جماعه، مقرمش، في طعم البهارات قويه قوي. السوداني اللي بيحطه ده عامل طعم حلو قوي مع البطاطس في الحاجه. والشات باتيه عبارة عن خلطة فلفل حار مع السوداني والبسلة والرز والنودلز والبهارات. شات باتيه. دي المفضله عندي، رهيب. وحلينا بطبق فاكهة بالزبادي واستمتعنا بالمزيكا والجو. التركيبة السكانية. نيبال فيها اختلاف ضخم، أكتر من 120 مجموعة عرقية، فيها 30 مليون نسمة، منهم 2 مليون شغالين عمالة بره في الشرق الأوسط. بيستخدموا الروبي النيبالي وبيسوقوا على الشمال، وده بيلخبط جدا. اللغة الرسمية نيبالي، حوالي 45% بيتكلموها، وكله تقريبا بيعرف يتوصل بالإنجليزي لحد ما. الأديان، في أديان كتيرة، ولكن الديانتين الرسميين هما البوذية والهندوسية. في كمان عبادة الأطفال. واحده من اغرب المعتقدات في العالم، بنت ممنوع رجليها تلمس الأرض. طفله عندها 11 سنه بيعتبروها اله وبيسموها الكوماري. ممنوع تظهر في الشارع، ولو ابتسمت لك في احتمال انك تموت. ببساطة البنت اللي بيقع عليها الاختيار معتقدين ان جواها إلهة اسمها دورجا، إلهة الخصوبة للنساء. لازم تكون ما نزفتش قبل كده وما عليهاش أي جروح. البنت لازم تكون عذراء وما بلغتش وما وقعتش ولا سنة، ولازم يكون عندها 32 ميزة جمالية. والاختيار بيكون حدث ضخم في حجم اختيار الدلاي لاما، وحياتهم مش سهلة. ما ينفعش تلمس الأرض ولا تخرج الشارع إلا في مناسبات لحد ما تبلغ، لأن ده معناه روح الإلهة ثابت الجسد، وساعتها بيختاروا طفل جديد. ويقال إن زمان في نيبال حماة الدولة ما كانوش بيقدروا يسيطروا على نفسهم من جمال الأطفال والنساء، فعشان يحموا الأطفال والنساء الجميلة خلوهم آلهة، لأن الناس كانت بتخاف من الآلهة. في الفيديو ده هنشوف ثقافة الكوماري موجودة من عقود في نيبال. إيه قصتها؟ The goddess told him to go out look for a girl who will be a virgin, who will be young, who will have 32 characters, who will never have had bleeded in her life, like no tooth fallen off, pure skin, clear skin, big eyes. الكوماري بتفضل موجوده لحد ما تبلغ، وبعد كده بيجي وراها الكوماري اللي بعديها. وعندهم معتقد ان هي لو ابتسمت لك يبقى في حاجه هتحصل، فلازم ما تظهرش اي نوع من انواع المشاعر. There is a myth that if she smiles or shows any kind of emotions, there is an impact or consequence. We will be in front of her, we will see her, but no touching, no talking, no showing emotion. ويقدموا لها أكل وفلوس، لأن لو دخلت بإيدك فاضية بيعتبروها حظ سيء. The parents give their daughter on their own will, no one is first. And then the selection process goes in like checking her bodies
and seeing if there is any scar, if she has bleeded yet, if her tooth has fallen off, And how long does a Kumari last? until she gets her period. She might get her period soon or later, but the shocking fact about her is that even so, though she's 10-11 years old, she haven't had her tooth fallen off, so she haven't bleeded yet. I think the selection process happens here in this place. So there, this is the place where the Kumaris are selected, where the process happens. Actually, there is a 71-year-old Kumari in Patan too, so she's known as the lifelong Kumari. Okay. And why isn't she the Kumari now? So when she was 30 or 32 years old, I forgot the exact age, she didn't bleed or like had her periods, and she was still a Kumari till date. Yeah, Until now. Till now, yeah. 70. Yeah. So she was one of the special one, chosen one. Okay. And then the royal family came to visit her, and the young ones from the royal family said, the Kumaris are meant to be young ones. Why is she so big and still a Kumari? So that question hit the family and the press and everyone. So they decided to change the Kumari at the age of 32 or something. Still a Kumari in her house. وفي دين في الشمال غريب، العلاقات الدولية. مع ان 10% من الدولة بوذيين، دول بوذية زي تايلاند وميانمار وكمبوديا بيحبوا نيبال جدا وبياخدوا رحلات كتير قوي عشان يزوروها. الصين كمان بيحبوا النيباليين وعماراتهم جدا، ولكن معظم تجارتهم بتبقى من خلال الهند، فلو حصل مشاكل مع الهند بيميلوا على الصين، والهندوسية هي اللي مخليه الهند ونيبال قريبين لبعض. العالم بتاعهم بقى غريب، الوحيد في العالم اللي شكله كده. المفروض ان ده على شكل الجبال او الهندوسية والبوذية. العلم فيه حدود زرقاء بترمز للسلام، والاحمر للشجاعة، ونبتة الرودودندرين اللي شفناها في فيديو العسل، ان الزهرة الوطنية لنيبال. والعلامات دي بترمز للقمر عشان البرد في الهيمالايا، والشمس للحر في الجنوب. نيبال كان فيها احلى المغامرات اللي عملتها، وانصح جدا انكم تجربوا تزوروها. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.